إلا ذا غوث مونوية أو يحقرنا الرويس ذا الباطل، أو يحقرنا الجيرانيس ذا الباطل، أو يتشن ثيذي وخدام ذا الباطل، أو يتشن حقوق نغي زرفان بومدان ذا الباطل. الحكام محقرنا الشعب نسن ذا الباطل، الشعب ذا ما يحقر يرسن ذا الباطل. كل هذا ظلم 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 ظلم. وربي يناد الباطل بعد الفلاس يحرم في منيس قبل يحرم في خلقيث. يناد وما ربك بظلام للعبيد، يناد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يناد في الحديث القدسي الجليل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ربي حرم الباطل في مالس قبل يحرم يرانا غادي قالوا تسمي ظلم ثارا. من بعد النبي عليه الصلاة والسلام ينادى الظلم ظلمات يوم القيامة ظلام والعياذ بالله. ينادي اتقي دعوة المظلوم، حاذر وين يتظلما ما يرفدي فاسنسي ربي سبحانه ربي يثيد يقبل. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنمي. لذلك يثمثا إلى قنع سيما نغوان حاذر الظلم. لذلك ربي سبحانه عز وجل من ذي الآخر آية يعني يدنزل ربي ذي القرآن الكريم لا يثنقروث أتسندي سورة البقرة الآية 281 إند واتقوا يوما حزفتي وسنقارو أفوس ربة وضم ما يليون يسلك سي عدالة الدنيا لن ينجو من عدالة الآخرة. لا جوستيس ديفين حذاري. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبحان الله. أولا قالوا يدنزل ديال القرآن ذوا وهم لا يظلمون. أما كان ربا دي قار ولما تجربهم فرزي من الباطل في الدنيا اكستغفر الأولى ونوان. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.